السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. نستاهل حلقتها دي ببركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ليا أخ بيقول لي على القناة عايز يعرف الحمام القطاوي من الحمام العادي. طبعا احنا ده كلام يطول شرحه، لأن احنا ما عندناش قطاوي عشان نوريهولك من الحمام العادي. والقطاوي عندنا في القاهرة أعتقد غير عندكم في البلاد أو في الأرياف، لأن القطاوي عندكم هو الحمام البلدي التقيل أبو شروال. القطاوي هنا عندنا هو الحمام أبو شروال اللي هو فيه برنيطة، اللي هو فيه شوشة على عينيه ومظبوط وذات ثقل وغالي، والفرد منه أو الجوز منه يعمل بتمن 10 تجواز من اللي أنت بتتكلم عنه. أنت بتتكلم عن حمام بلدي متهجن تقيل بس بشروال، بتسموه في الأرياف قطاوي. ما علينا، لو كلامي غلط حد من الأرياف يصحح لي. أنتوا بتسموا التقيل قطاوي، حمام كده غريب مالوش ملة بس تقيل بشروال، بتسموه قطاوي. الشروال في مصر يا جماعة، أو اكتب يا بابا القطاوي هتلاقيه زي اللي كان ماسكه الفنان أحمد مكي كده. تمام، ليه ألوان كتير طبعا متعددة، بس فرد حمام جارم ضخم، فرد حمام عامل زي النسر، فرد حمام تبص تلاقي الشوشه بتاعته نازله على عينيه مغطياه كانها زي باروكه متسرحه، ودي برنيطه جميله. تمام، برنيطه بالشوشه 2 في 1، يعني نازله على عينيه تحس انك عايز تقصها عشان الفرد ينفع يبص. وصلت. وفي منه الرصدي، في منه الابيض، في منه الازازي، في منه البنفسجي، في منه الازرق، في منه الاخضر، اي بطيخ، في منه اي الوان. بس المهم شرواله في رجليه، وفرد حمام مظبوط، والتقليب والشوشه بالايه، بالضفيره اللي احنا قلنا عليها. ده القطاوي. غير كده ما نعرفش قطاوي تاني. انتوا بقى قطاوي واحنا قطاوي، براحتكم يا رجاله. في سؤال بيقول لي يا حلولي مصطفى علي، انسب وقت اشتري فيه حمام هو ايه؟ انسب وقت، بص يا درش، انسب وقت هو الوقت ده، وانسب وقت هو اي وقت. ولكن ما تخشش في الصيف في وقت الفرهده، في وقت الفرهده. وقت الصيف ووقت الفرهده اللي هو انت ذات نفسك مفرهد ومش قادر تنزل السوق من الحر، وتلاقي الطقس والحراره بتقولك بكره هيبقى 40، فهتتوقع ايه؟ اللي نازل بحمامه وجايبه، احنا كل التليفونات على اللي جابها، انت تتوقع ايه؟ ان اللي هينزل لك بحمام او اللي جايب لك حمام من السوق او للسوق وهيقعدوا في السوق في ظل الاجواء دي، هتنزل تلاقي الزغاليل دي حلوه؟ هتلاقيها مفرهده. فالجو اللي هو مفرهد ما تشتريش فيه من خلاله في وقته حمام. الصيف الوحش قوي والشتاء القاتل اللي هو درجه حرارته صعبه على البني ادمين. ركز واصحى واستيقظ والكلام ده للكل. تمام. الشتاء الجامد ما اشتريش فيه حمام. جامد جامد، مطر، الدنيا متطربقه، الشوارع ميه، الحكايه والروايه، ما تنزلش تجيب حاجه متبهدله تبهدلها معاك. دي حاجه لازم تبقى بنت ناس خارجه من بيتها زي العروسه، اتكوفرت واتظبطت ومحطوطه لك على القفص وانت لازم تتمنها عشان تشيل. وصلت؟ يعني ما تدفعش زي الجالون فلوس في حاجه انت مش هتبقى راضي عنها، او تيجي عندك تكش او تسهل او تتبهدل نظرا لسوء الاحوال الجويه. طب انسب وقت، انسب وقت يابا بكره عندك الخميس، بعده عندك الجمعه، انزل اشتري. ان ما كانش فيه مطره وزعابيب ورياح خمسين والتيت والشريط والحوار والمقوار، انزل اشتري مفيش مشكله. بس لما تنزل تشتري يا نجم ما تتدبش، ما تفردش العضلات وتبص بصات غريبه كده وتنزل ده عاجبني، ده حبيبني، ده عاجبني، هتاخد على عينك من اول طلقه. انما ابص في السوق واخده، والله العظيم يا جماعه وحياه لا اله الا الله محمد رسول الله، احنا كنا نخش السوق ناخده مره واثنين ثلاثه اربعه خمسه، رايح جاي رايح جاي ساعه بنلف السوق، والاقي الكلح اللي معايا رجليا وجعتني، اقول له خد هات لنا علبه سجاير وعلبتين كشري واستناني عند الجامع ده، واقعد كل علبتك وسيب لي السجاير والكشري اما اجي ابقى اشرب. ليه؟
عايز الف، عايز اكتسب خبرة، عايز املي عيني من الحمام. عاشق الحمام يملي عينيه منه اثناء المسير. عاشق الحمام يملي عينيه منه اثناء المسير. يعني وانت ماشي بتسير على رجلك ملي عينيك. بص، احنا كنا تملي نبص نشوف دي مسودة، ابقى ارجع اذا رجعت من هنا، ده قطقاطي تمام. اذا بقى انت كنت نجم النجوم يا فيوم، شاب يعني عدالة نجم ونازل وقفشت اللقطة، اقف قدامها تسمر هاتها. ان كنت عدالة، ان كنت فارس من فرسان شرى الحمام. ولكن انت بتقول لي انسب وقت اشتري. انسب وقت ده هو وقتين في السنة. وقتين في السنة، ووقتين في نفس السنة ضد الوقتين بتوع السنة. ترجمة بيرجو لأحسن الناس كده هتقع منك. في وقتين اشتري فيهم حمام، وفي وقتين ما اشتريش فيهم حمام، والاربع اوقات دول في نفس السنة وعكس بعض. الوقت الاولاني لو انا في الشتاء الطبيعي اشتري حمام بكافة اشكاله وانواعه. حمام للدبيح، حمام براري، حمام بلدي، حمام كينج، رومي، قطاوي، صوافة، بول، اللي يعجبك هات. في الشتاء الايه المعتدل زي ده، اللي هو ممكن النهارده اكون مصيف، مش فارق معايا جوه الاوضه لا تكييفات ولا بطيخ، مصيف، اسمه شتاء. نحن في شتاء ولكن معتدل مش قارس. طيب ما اشتريش امتى؟ في الشتاء القارس، اللي انا ذات نفسي قاعد بدفي نفسي ببقي مرعوش، اي ما اعمل كوبايه حاجه سخنه اشربها، مش قادر احط رجلي على الارض، مش قادر امسك الستاند، مش قادر امسك التايبول، مش قادر احط رجلي ازازه الميه نازله ساقعه تلج، مش قادر. التلاجه وانا بفتحها مطلعه. ما ينفعش. هذا طقس اسمه الطقس السيء. طقس سيء واجواءه تخوف. ليه بقى؟ الطقس العادي الشتوي العادي بتنزل تجيب فيه الحمام، بيعيش معاك في الشقة أو في البلكونة أو فوق في الغية في طقس عادي. الطقس الصعب هيتحط في البلكونة في طقس صعب، ما بالك أنت جوه الشقة بنقول بتتنفض، أمال هو في البلكونة حتى لو حوطت عليه الجلد والمشمع ذات نفسه هتلاقيه ساقع متلج وهو بيترعش، مش قادر يشرب بق المية زيك بالظبط. فالراحمون يرحمهم الله يوم القيامة. ادي كده الشتاء اقدر اجيب في ايه وما اقدرش اجيب في ايه. اقدر اجيب في الشتاء المعتدل وما اقدرش اجيب في الشتاء القارس. وكذلك الوقتين التانيين اجيب في الصيف المعتدل اللي هو بقى ايه، الشمس عادي وانا مش عرقان ونازل وطالع وفي هوا جميل وبقول ده الجو زي القشطه، مش تحت باطي معفن من العرق وانا عرقان وماسك الكارت بتاع ميناتيل او موبينيل بتهرش بيه وبسقط بيه الميه وبجيب الميه من على وشي وعلى دقني واروح اجيب فرد ودرجه الحراره النهارده 40. وصلت؟ يبقى ما اشتريش امتى؟ لما يكون عندي سقعه قوي حر قوي. واشتري امتى؟ لما يكون عندي صيف معتدل شتاء معتدل. طب دلوقتي يا بيرجو النهارده كده يوم 30، بكره اخر يوم في السنه، كل سنه وانتم طيبين، يجعلها يا رب سنه تمشي بامان وتيجي السنه الحلوه ان شاء الله لينا، ما تجيش بتنجان. المهم كنا بنقول ايه؟ نسيت، حد يفكرني. المهم هما الطقسين دول والطقسين دول، عشان خاطر انت ما تحطش نفسك في خساره اموال. الفلوس يا بابا بتيجي بالعافيه وبتتصرف صاروخ، ما بتشوفهاش. طلع الميايه، طلعها بس، فنطها، خلاص براحت لحال سبيلها. تمام؟ الفلوس بتتصرف صاروخ. ثواني اخد بق الميه. امك تليفون، خلوا بالكم عليه.
الله يجازي يكون زبون. ايه يا عز؟ مين؟ انا الفردة اليمين. فردة يمين؟ نهارك ازرق. بصوا بقى الغطا يا عطا. لحظة احسن سندكم مش فايتة، الغطا وقع. يا رجلي. يلا بصوا يا رجالة، هنتكلم كلمتين كده ورد غطاهم وأمنوا معايا إن شاء الله. ربنا يا رب بحق جاه المصطفى يجعلها سنة بيضة، اللهم آمين. يجعلها سنة حلوة، اللهم آمين. يجعلها سنة يسر وخير وبركة وليست سنة عسر، بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم آمين. الحمد لله. اللي كنت عايز أقوله لكم، خش السنة الجديدة بركعتين كده لوجه الله، ربنا يحمينا ويحميكم من كل وبائها وابتلاءها وقرفها اللي هي مشيت بيه واللي هي سايبالنا ديله. فالناس اللي هي بتتعب كتير، بص يا بابا، بص يا ماما، بص يا اخويا، بص يا اختي. مش عايز اوريكم الليمون لحسن تتخضوا، واكيد الليمون ده هياخد عين بنت احبه قوي. عارفين ليه؟ الليمونه قد البرتقانه، اسمه ليمون ايطالي بس مزروع في مصر، في مزرعه حد حبيبي يعني، بس واخده بفلوس ما تقلقوش. الليمونه قد البرتقانه ورب العزه قد البرتقانه. انتوا عارفين طبعا الليمون الايطالي، باخد منه شريحتين 3 وباكلهم. طيب الاحسن من كده ايه؟ الاحسن منه بقطع ليمونه، بلاش الايطالي والبطيخ، بقطع ليمونه او ليمونتين، كفايه واحده، ليمونه واحده. بجيب نص مج ميه بحطه في الخلاط، اكني وعهد الله بعمل خلطه حمام، ودي محمد اكني بعمل خلطه حمام. بجيب مج ميه انا هشربه، بحطه في الخلاط، وبقطع ليمونه بالمقص حتت صغيره عشان ما بهدلش سكينه الخلاط. بعد ما بحطها بحط معاها غطا خل، بعد ما بحطها بحط معاها فص واحد توم، عشان انا كبني ادم بقى مانيش فرد حمام، فص واحد توم. وبحط بعد الليمونه والخل وفص التوم، غطا الخل وفص التوم والليمونه فص توم، بحط حته بصلايه صغيره وبضربهم في الخلاط لمده 20-30 ثانيه، تقطيع كده عن زي اللي بيسوق مكنه. وبعد كده بصفيهم، برمي اللي اتصفى الجرش ده برميه في الزباله، وباخد الكوبايه دي، مش قادر اقول لكم بقى، بكتم مناخيري وبضربها مره واحده. انا كأسامه، في ناس تضربها على مرتين بس يعني انا بضربها مره واحده. دي بتعمل لي عمليه حمو وجهنم، بس بتظبط الدنيا مع زوري. سجايري بتروح في داهيه، الدنيا بتروح في داهيه، صدري بيتجلي، الدنيا بتبقى حلوه، واللي يصلي على النبي يكسب. تمام؟ يعني كله عسل واتغسل، صدرك بيبقى عسل واتغسل. زائد بقى طبعا صبح على نفسك بكوبايه ميه ومعلقه عسل وظبط الدنيا. ان شاء الله هنشتغل مع بعض بحاجه اسمها الزيوت في الحلقه الجايه او اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين، نستفتح بيها السنه الجديده او نقفل بيها السنه القديمه على حسب. ربنا يجعلها سنه حلوه، ربنا يجعلها سنه خير، ربنا يجعلها سنه رزق، وكل الناس تمسك فلوس. وهنقول لكم على مواضيع هتجيب لي ناس تانية ارتكارية، هتجيب لي ناس تانية زعل، مش عايزين اتكلم فيه بس هقوله لكم. ماشي؟ ربنا ييسر، بس انتوا كل مره فكروني فيه وقولوا لي ايه هي المواضيع. لكم زي الفل. اسامه بيرجو ترمس، مع السلامه.